مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان، عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل السادة المشاهدين اشتركوا في القناة، متابعة القناة ولايك للفيديو يصلكم كل ما هو جديد. وهيا بنا نبدأ حلقة اليوم بعنوان تحليل كامل وشامل لمباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الاسباني. وهيا بنا نبدأ حلقتنا. في البداية طبعا حابب اشكر كل جماهير قناة هوم سبورت طبعا اللي بتدعم القناة، وطبعا اللي بتكتب تعليقات ايجابيه وبتقدر طبعا المجهود الكبير طبعا اللي بنعمله في الفيديوهات. النهارده طبعا ده تالت واخر فيديو زي ما وعدتكم تصوير وخلاص. طبعا الفيديو ده طبعا مباراه ريال مدريد واتلتيكو مدريد، اخر فيديو وعدتكم بيه النهارده. طبعا قبل الفيديو ده نزل فيديوهين، فيديو تحليل كامل وشامل لمباراه الانتر ويوفنتوس في الدوري الايطالي، وفيديو تحليل كامل وشامل لمباراه ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي، وده اخر فيديو. وهيا بنا نبدأ. طبعا الريال مدريد داخل المباراة دي وهو في صدارة الليجا الأسبانية بفارق نقطة طبعا عن فريق جيرونا، ولكن طبعا جيرونا لعب مباراة زيادة، فطبعا الريال يفوز المباراة دي على اتلتيكو، يوسع الفارق بينه وبين جيرونا لأربع نقاط، لأن الفرق كان نقطتين وجيرونا هيتعادل مع ريال سوسيداد يبقى كده أربع نقاط. فطبعا الريال عايز يفوز عشان يوسع الفرق بينه وبين جيرونا اربع نقاط. طبعا برشلونه خلاص خرج من المنافسه بنسبه كبيره، واتلتيكو مدريد بردك بنسبه كبيره هو خارج المنافسه، ولكن زي ما تقول اتلتيكو مدريد بردك فريق عنيد وبيحاول يوقع ريال مدريد في الفتره الاخيره. وكلنا شفنا الفتره الاخيره الريال بيلعب اتلتيكو كتير جدا. حد يتخيل ان المباراه دي المباراه الرابعه بين الريال واتلتيكو في اخر شهرين ثلاثه تقريبا. طبعا الريال كان لاعب اتلتيكو في الدوري واتلتيكو فاز 3-1. الريال كان لاعب اتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني، وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد 5-3. والمباراة اللي لسه من أسبوع كانت في كأس الملك في أسبانيا، وبرضك كانت انتهت المباراة للأسف بفوز أتلتيكو 4-2. طبعا أتلتيكو الفترة الأخيرة عامل مباراة قوية جدا على الريال. أتلتيكو اللي شايفه السنة دي مع دييجو سيميوني، بجانب إن كل الجماهير طبعا وكل الناس طبعا عارفه قوه دييجو سيميوني الدفاعيه، ولكن السنه دي في شيء غريب جدا وهو قوه دييجو سيميوني الهجوميه. دييجو سيميوني في الريال هقول لكم الرقم ده وما تتخضوش طبعا. اتلتيكو مسجل في الريال في ثلاث مباريات كام هدف؟ مسجل في الريال في ثلاثه وثلاثه واربعه، ثلاثه في الكاس، ثلاثه عفوا في السوبر وثلاثه في الدوري واربعه في الكاس. يعني لو جمعناهم هيطلع سته وتطبع 10 تجوان في شباك الريال. الريال سجل خمسه واثنين هدف، يعني يسجل 8 ماشي، ولكن 10 تجوان اتلتيكو مدريد يسجل 10 تجوان في شباك ريال مدريد رقم كبير جدا، وخصوصا في ظل ان كمان اتلتيكو مدريد السنه دي عنده قوه هجوميه كبيره جدا وبيسجل اهداف كتير جدا. يعني عنده شراسه وعنده قوه هجوميه، دي شيء انا مستغربه شويه. وكمان الريال عنده مشاكل دفاعيه كبيره قوي، لما فريق زي اتلتيكو بردك من الفرق المشهوره بالدفاع تسجل في وراك 10 تجوان، دي كارثه للريال، يعني مش هنضحك على نفسنا. ولكن مشاكل الريال اللي انا شايفها طبعا بلا منازع وبلا جدال طبعا، رقم واحد طبعا هو كيبا اليبازاجا، حارس فاشل تماما. ما اعرفش ايه سبب مجيئه للريال. انا شايف اندي لورين لما بيلعب بيقدم احسن بكتير جدا من كيبا، حتى لو بيدخل فيه اهداف، بس برضك يعني اندي لورين فيه له وجود، لكن كيبا طبعا ضعيف 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 لابعد الحدود. مفيش اي وجود تماما. بيلبس اجوان بطريقه فظيعه، بيلبس اجوان بطريقه وحشه جدا. قلت لكم قبل كده طبعا من فتره لما طبعا اصابه تيبو كورتا وقعت في الرباط الصليبي في اول الموسم، وكان في كلام مين يجي يعوض، كان في كلام ان ديفيد دخيا جاي، كان في كلام ان ياسين بونو جاي قبل ما يروح الهلال، وكان في كلام طبعا وده طبعا كان صعب قوي طبعا ان كيلور نافاس هيرجع طبعا، ولكن كل الكلام ده ما اتحققش. وانتهى الموضوع في نهايه الامر بايه؟ انتهى الموضوع بنهايه الامر ان جه كيبا اليبازاجا. كيبا اليبازاجا حارس مشكله الحقيقه. هو جه اعاره بمبلغ قليل وهو عارف كده كده انه اخر سنه ماشي مش فاضل، وكورتوا راجع لكن طبعا كارثه كارثه طبعا كبيره ل اتليت طبعا للريال. طبعا وجود حارس زي كيبا مش هو خالص طبعا، مش لوش اي وجود خالص، عكس تيبو كورتوا طبعا. يعني انا شايف لورين كان المفروض يعتمد عليه، ولما رجع تيبو كورتوا خلاص ما كانش في داعي لمجيء كيبا اليبازاجا، او حتى لو كيبا اليبازاجا دلوقتي مش داعي لمشاركته، خاصه ان كيبا اليبازاجا بيعمل كوارث وبيخسر الريال. برضك قلبين الدفاع فيهم مشاكل كتير للريال، رغم ان الريال دفاعيا كويس ما قلناش حاجه وكويس، وبرضك مش زي برشلونه، بس برضك الريال عنده مشكله في الدفاع. الريال عنده اثنين من اقوى المدافعين في العالم مصابين بقطع رباط صليبي. ديفيد الابا طبعا ايا كان في تذبذب في مستوى الفتره الاخيره قبل الاصابه، لكن برضه مدافع قوي جدا مفيش كلام. ودير ميليتاو طبعا اثنين قلوب دفاع اقوياء جدا، لما يتصابوا طبعا دي مشكله كبيره للريال. ولكن رودريجر طبعا مقدم اداء كويس، ناتشو برضك بيأدي، ولكن برضك مشكله للريال. فلازم الريال طبعا
يركز شويه من اتلتيكو. انا شايف اتلتيكو دلوقتي خطورته كلها في الكور الثابته والكور العرضيه، بيجيبوا جوان دايما من الكور الثابته. لازم المدافعين الريال يركزوا في الكور الثابته والكور العرضيه عشان اتلتيكو ما يتفوقش عليهم والريال يامن صداره الدوري الاسباني بارتياحيه. طبعا ده المقدمه. ندخل بقى بعد كده على تشكيل الفريقين المتوقع، ونختم حلقتنا بتوقعي للنتيجه، ونختم حلقتنا طبعا توقعي للتشكيل المتوقع. طبعا نبدا بالريال. الريال طبعا بنسبه كبيره طبعا دي التشكيله المتوقعه. طبعا التشكيله دي متوقعه طبعا، انا اتمناها يعني، مش هقول حاجه، ولكن دي طبعا برضه التشكيله المتوقعه، التشكيله اللي انا اتمناها. طبعا بنسبه كبيره هيكون اندي لورين في المرمى، لان لو كيبا بدا هتبقى مصيبه سودا. طبعا ناحيه اليمين هيكون كارفاخال، رودريجر، ناتشو، وفيرنر مندي، وخط الوسط طبعا لوكا مودريتش، وايرون تشاوميني، فيدريكو فالفيردي، جود بيرلينجهام، والثنائي الامامي فينيسيوس جونيور وخوسيليو. طبعا دول اللي لعبوا مباراه ختافي. شايف التشكيله دي هتبقى كويسه جدا، تشكيله كويسه هجوميا جدا، دفاعيا كمان جيده جدا جدا. طبعا في على الدكه رودريجو دكه، هو وابراهيم دياز هيفرقوا جدا مع الفريق. طبعا ده بالنسبه لتشكيل الريال المتوقع. تشكيل طبعا اتلتيكو المتوقع يكون طبعا تشكيل اتلتيكو بنسبه كبيره هيكون في حراسه المرمى يان اوبلاك، قدامه طبعا موديفا وماريو هوملز وإتسل فيتسل وريكارتي وساولين جويزا وبابلو بوريس وارسل فيرمين وماركوس يورنتي. وفي الامام بنسبه كبيره هيكون منفذ ديباي. وهو كوريا بدأ المباراة اللي فاتت على امام ريفر كانو، ولكن انا شايف اللي هيبدأ المباراة دي بنسبة كبيرة هو انطوان جريزمان، اللي مكسر الدنيا الحقيقة، وعامل شغل مع اتلتيكو مدريد رهيب رهيب، لانه واخد حرية، عامل كده شبه ميسي في برشلونة كان واخد حرية فظيعة، فجريزمان واخد حرية فظيعة مع اتلتيكو، وده مصدر خطورة كبير جدا 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 ل اتلتيكو على ريال مدريد. طبعا دي توقعي للتشكيل المتوقع للفريقين. بعد كده طبعا اتوقع النتيجه. اتوقع طبعا ان المباراه دي هتنتهي بنسبه كبيره، المباراه تخش فيها جوان كتير. اتوقع ان المباراه دي هتنتهي 3-2 لريال مدريد، وريال مدريد هيكمل سلسله نجاحاته في الدوري الاسباني وهيتصدر الدوري. كده طبعا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. في النهايه طبعا اشترك في القناه ولايك للفيديو ويصلكم كل ما جديد، وخشوا شوفوا طبعا حلقه انتر ويوفنتوس، وخشوا ايضا شوفوا حلقه ليفربول وارسنال. وصلنا لنهايه حلقتنا، شكرا على المشاهده وباي.